جيش النظام المصري ده بقى مع مرور السنين بقى جيش نظامي اكتر واكتر، لان مع اول ملوك الاسره الثالثه الملك زوسر قسم حدود مصر لمناطق وسماها ابواب المملكه، وعلى كل منطقه او كل بوابه كان بيعمل حصن مستطيل وكان بيقعد فيه الجنود المصريين، ما بقاش بيسيبهم في الطل زي زمان. وقسم الجيش المصري لفيالق، وكل فيلق عباره عن فرق، وكل فرقه 200 جندي. فبالتالي يا حبايب جدو الجيش المصري من قوه لقوه، والشعب المصري بقى بيعيش في قمه الامان كل فتره بتعدي عليه. والحدود المصريه دي ما كانش بيعرف يعديها اي مخلوق، مفيش خرم ابره. فالجيش المصري لما قفل اللعبه على البر دخل على البحر، يعني بر وبحر، كان ناقص ان المصريين يطيروا حرفيا. اصل تخيل يا مؤمن يبقى عندك بحر ابيض وبحر احمر ومن نص الدوله بيعدي نهر النيل، يعني ازاي ما تبقاش اقوى اسطول في العالم؟ يعني الناس ياكلوا وشنا. الاسطول البحري المصري اللي كان من 4500 سنه كان اسطول مرعب بمعنى الكلمه، لدرجه ان كان في سفن مصريه كان بيتعدى طولها ال 50 متر، احجامها عملاقه وتسليحها شديد جدا. وبالرغم من القوه المفرطه اللي كانت موجوده عند البحريه المصريه وعند الجيش المصري عموما، كانت مهمه الجيش المصري هو تامين الحدود المصريه فقط، ولم يعتدي ولم يهاجم اي جار ايا كان. وكانت البحريه المصريه العملاقه اللي احنا لسه متكلمين عليها دي كانت بتستخدم لتامين الحدود البحريه وللتجاره مع شعوب البحر المتوسط وشعوب البحر الاحمر. فمصر ساعتها كانت قوه اقتصاديه مؤثره مهيمنه على محيطها كله.